في شهر مارس من عام 2025 يوتيوبر أمريكي قرر يعمل أغبى حركة في حياته، وهي زيارة جزيرة نورث سنتينل يلي تعتبر أخطر جزيرة معزولة بالعالم، حتى يصور فيديو يوتيوب ويحصل مشاهدات. هاي الجزيرة يلي ما بعرفها فيها أخطر قبيلة من البشر البدائيين، وفي أكثر من حالة قتل سجلت في هذه الجزيرة لأنهم بكل بساطة ما برحبوا في أي زائر. والسبب الرئيسي لعداوتهم للعالم الخارجي برجع سنة 1880 لما مجموعة من الأوروبيين المسلحين دخلوا هذه الجزيرة وخطفوا رجل وامرأة و4 أطفال على أساس تجارب علمية أو ما بعرف. وبعد بفترة قصيرة من الرحلة الرجال والبنت ماتوا لأنهم ما عندهم مناعة ضد الأمراض الخارجية، وبسرعة رجعوا ال4 أطفال يلي كانوا برضو مريضين على الجزيرة، وما حدا وقتها كان عنده معلومات إذا الأطفال ضلوا عايشين ولا ماتوا مثل أهلهم. القبيلة بعد هذا الموقف صار تعتبر أي حد غريب هو عدو مباشر. أي شخص بقرب على هذه الشواطئ برموه بالسهام، فإما يرجع أو بقتلوه، مثل ما صار مع الأمريكي جون أرين اللي دخل الجزيرة وقتلوه بالأسهم عام 2019. طيب نرجع لليوتيوبر. الشاب بعمر 24 سافر على أقرب نقطة لهذه الجزيرة وهي بالهند، وحجز فندق على الشاطئ. حاول بأول مرة يستأجر قارب ويروح على الجزيرة، بس أمن الفندق فهم الموضوع وفورا اتصل بالشرطة، ولأنه الحكومة الهندية مانعة أي شخص يدخل هذه الجزيرة فأعطوه مخالفة وغرامة ورحلوه على أمريكا. وبعد بأسبوعين بس رجع اليوتيوبر على نفس الفندق، بس هالمرة وبنص الليل أخذ قارب أو سرقه حتى نكون واضحين، وبعد رحلة 9 ساعات موثقة بكاميرته وصل الجزيرة. ظلوا من بعيد على الشاطئ يطلع أصوات ويعمل حركات حتى أي حد من القبيلة يطلع ويصوره، حتى يكمل مقطع اليوتيوب اللي كان يصوره. بس شكلهم ولحسن حظه كانوا نايمين، فحط على الشاطئ كولا وجوز هند كهدايا لهذه القبيلة وضلوا راجع على الهند، لأنه فعلا بعد ما وصل الجزيرة خاف على حياته. والمفاجأة بعد ما وصل شواطئ الهند كانت الشرطة هناك تنتظره، فاعتقلوه وحكموا عليه بالسجن وبالغرامة ومنع دخول الأراضي الهندية مدى الحياة.